كل حدث بيحصل لنا هو في الأول وفي الآخر نقطة على خط احنا واقفين عليه، في يمين إلى أقصى اليمين من النقطة، وفي شمال إلى أقصى الشمال من النقطة. والنقطة اللي أنا واقفة عندها في أي موقف أنا فيه، في أي حالة، في أي شعور، في أي سعادة، في أي علاقة، في أي شيء، هي نقطة على الخط. وبإيدك تختار يا تكمل في أقصى اليمين اللي هو سعادة وأتطور وأحصل على نتيجة أفضل من الموقف اللي أنا فيه، أو أقصى الشمال بإن أنا أنزل في السوء إلى أسوأ وأسوأ وأسوأ. فأنا بقرر وأنا في النقطة دي بوجهة نظري للموقف اللي أنا فيه، ووجهة نظري للحالة اللي أنا فيها، أنا شايفاها إزاي. ثم إني هختار اليمين بجماله وحلوله وتطوره، وإن أنا أطلع من الموقف وأبقى كمان أفضل وأفضل وأفضل، أو أنزل أسوأ وأسوأ وأسوأ وأسوأ. فهو اختيار في الأول وفي الآخر. حضرتك بتقرر. مثلا رحت لدكتور، كنت بتكشف، فالدكتور قالك ان الحالة مثلا حالة القلب او حالة الكلى او احنا عندنا بعض مشاكل 1 2 3، وهنعمل كذا وكذا وكذا، وهتمشي على العلاج الفلاني، وهتعمل شوية حاجات في حياتك، في اكلك وفي شربك، بحيث ان احنا نلم العملية شوية والدنيا تظبط وتبقى افضل. الكلام اللي بيقوله لك الدكتور عن الحالة اللي انت فيها دي هي نقطة من وسط نقط كتير جدا جدا، منها ما هو احسن واحسن واحسن هوصل له من النقطة اللي انا فيها، واسوأ 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 هوصل له برضه من النقطة اللي انا فيها. يبقى هي النقطة اللي انا واقف عندها هي نقطة انطلاق الى الاحسن او الى الاسوأ. بس قرر، بس اختار. طيب انا اقرر واختار بناء على ايه؟ بناء على قانون. اولا بما كسبت ايديكم، بما كسبت ايديكم، بما كسبت ايديكم من اقوى قوانين ربنا في الكون، اللي وضعها في كتابه كتالوجه اللي هو نزله لنا. بما كسبت ايديكم، لازم ابقى واثقه ومتاكده ان النقطه اللي انا واقف عندها دي بما كسبت ايدي، انا اكيد عملت شيء استحق عليه النقطه دي. مجرد تفعيل النقطة دي جوايا وإدراكي ليها وإحساسي ليها، أنا كده بوقف تلقائي حالة نفسية تاخدني للأسوأ والأسوأ. حاجة أنا عملتها وبستحق عليها، خلاص خلصنا. لا هقعد بقى أرمي مبررات على حد، ولا أصل فلان، أصل البلد، أصل العيشة، أصل لا، ولا أي حاجة خالص. خلاص أكيد أنا عملت شيء استحقيت عليه النقطة اللي أنا فيها. تاني خطوة بعملها بعد ما أكون خلاص أنا قررت مين السبب. السبب هو أنا. تاني نقطة إن أنا بقول لربنا يا رب، إيه الشيء اللي لو عملته، إيه الشيء اللي لو عملته، إيه الطريق اللي لو مشيت فيه أتنقل من أفضل لأفضل لأفضل. أنا مش عايز النتيجة دي، مش عايز النقطة اللي أنا عندها دي، مش عايز. أنا راضي بإن أنا فيها بناء على إن أنا اللي عملت ده، الرضا، إن أنا أكون واثقة إني أنا السبب. طيب هو ربنا مش أمرنا إن احنا نتطور ونتزكى ونرفع حالتنا في أي حاجة للأفضل؟ طبعا أمرنا. يبقى الرضا مجرد بس إن أنا أمسك على حالة إن أنا السبب، ده الرضا، وإن ربنا سبحانه وتعالى قدر ده لإني أنا أستحقه. ده نوع من أنواع الرضا، وده اللي هينقلني للخطوة اللي بعديها اللي هو تطور. فيا رب إيه اللي لو عملته في الموضوع ده هينقلني لمرحلة أفضل، ولما اروح للمرحله الافضل هسال ربنا ايه اللي لو عملته تاني هينقلني للمرحله الافضل، وافضل دايما ما بين انا لله وانا اليه راجعون. برجع الموضوع لربنا، ان انا السبب يا رب، وان اللي حصل ده بايدي، وايه يا رب اللي ممكن اعمله من عندك انت، منك انت اللي هتعرفني الطريق وهتعرفني اعمل ايه. اهو برجعه ليه، وهو بيمن عليا بالاجابات. سل تعطى. فهروح رايح له فهيديني منه هو. يبقى انا هبدا الموضوع من جديد منه، هبتدي اسعى واعمل خطوات في الموضوع ده منه. اي موضوع في الحياه، موضوع مشكله عايز اتخلص منها، اروح لربنا بيها.
إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا جاية لك بيها، اديني يا رب الحلول اللي لو بدأت منها من عندك أعملها الحياة هتبقى أفضل في المشكلة دي. طب حاجة جديدة أنا عايزة أعملها، مشروع جديد، خطوبة، جواز، بختار حاجة جديدة في حياتي، برضو برجع له إنا لله وإنا إليه راجعون. يا رب ده موضوع جديد أنا مش عارفة، أنا مش شايفة، عرفني يا رب إيه اللي لو عملته ومشيت فيه الدنيا هتظبط وهبقى من نجاح لنجاح، لأن ربنا عايزنا في الدنيا دي اي نقطة احنا عندها نطلع للافضل، وهيحاسبنا ان احنا ليه ما طلعناش للافضل، ليه مش مقابلني يوم القيامة بافضل صحة، بافضل حياة زوجية، بافضل حالة مادية، بافضل شغل، بافضل. هو انت مطلوب منك انك تبقى في الافضل، وعمري ما هبقى في الافضل وانا واقفة في النقطة بعيط وببكي على ان انا ليه وصلت لهنا. ما تفكرش، ده جلد ذات، ما تفكرش، انت واقف على النقطة عشان تاخدها وتروح لله. انا السبب يا رب، انا اسف، ده الاستغفار الحقيقي، الاستغفار الحقيقي. انا اسف يا رب، اكيد النقطه اللي انا وصلت لها دي بسبب شيء انا عملته، انا اسف، انا اسف يا رب، انا اسف يا رب، انا اسف يا رب. اغفر لي يا رب الاشياء اللي اتسجلت عندي والمعلومات اللي عندي والطرق اللي عندي اللي انا استعملتها وكانت غلط، انا اسف يا رب. ده الاستغفار الحقيقي اللي فاستغفروا، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. بعديها يرسل السماء عليكم مدرارا، هيتبعت لك حاجات حلوه قوي 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 لما تطبقها من عند ربنا بقى، لما تطبقها هتبقى من نجاح لنجاح. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار، كلها فتوحات. بس أبدأ نقطة أنا آسف، أنا السبب، أنا اللي عملت ده في نفسي. ثانيا أعمل إيه يا رب؟ دلني يا رب. أنا كده جربت نفسي والحمد لله لبست في الحيط. طيب نروح بقى لإيه؟ للأصل، ربنا سبحانه وتعالى. دي صنعتك يا رب، انا صنعتك، واي حاجه بعملها هي برضو صنعتك. كل شفرات الكون عندك انت يا رب. الموضوع ده ليه شفره وليه كود، انا دخلت بيه، دخلت على الموضوع ده بنفسي، باظ. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. لو من عندي انا هخربها. طب انا جيت لك، انا لله وانا اليه راجعون، انا جيت لك يا رب، اديني بقى الكود، اديني الطرق، اديني الحاجات اللي لو فعلتها الدنيا هتظبط معايا، فابقى كده طبقت التقوى، فيبقى هدى للمتقين. ربنا هيهديني وهيوصلني لحاجات لما اعملها هدى للمتقين، هيبقى خلاص من نجاح لنجاح وفلاح لفلاح. وندور بقى في القرآن على فوائد الهدى وفوائد التقوى، هنلاقي حاجات كتير جدا جدا جدا. اصلها اخد الامور ارجعها لله وانسبها لله واطلب منه. انا ما بعرفش، انا ما بشوفش، انا ما عنديش قدرات تسمح لي، انا محدود. هو اللي عنده لا نهائية في كل شيء، هو اللي يقدر يوريني ويعرفني. طب انا دلوقتي علاقتي بايظه بجوزي، اروح له اسف يا رب، انا اكيد عندي معلومات عن الحياه الزوجيه هي اللي تسببت في ان انا تبقى حياتي بايظه، اسف يا رب، دلني يا رب على الطريق اللي لو سلكته في التعامل مع زوجي الدنيا تظبط. واسال وما جاوبش، هو اللي هيجاوب، هو اللي هيجاوبني، فاني قريب اجيب. هو اللي هيجاوب، هو بس هيبعت لك اشارات خدها وبتتوكل على الله امشي فيها، هتلاقي من فتح لفتح ومن نور لنور. خلاص انا كده عملت التسليم وعملت التفويض وعملت التوكيل ومشيت، انا وكلت امري الى الله. السعي بقى اللي هحطه بعد كده في الطريق هيبقى سعي مبارك، هيبقى سعي صح، هبقى انا كده بعمل اللي عليا، توكلت اعقلها وتوكل، خدها عند ربنا وسلمها لي وافوض امري الى الله. الامر اللي باظ عندي او الامر اللي انا عايزه اعمله جديد افوضه لربنا. اهو انت كده يا رب، قول لي يا رب اعمل ايه، انا كده كده هعمل، انا كده كده في سعي لازم هعمله، مفيش يعني مش هقعد بلاله، ده انت هتحاسب، وان ليس للانسان الا ما سعى. انت هتحاسب على سعيك، سعيت ولا ما سعيتش، بس السعي ده ليه وضعه وليه مكانه وليه وقته اللي ربنا هيحدده لي. انا هروح اساله، سل تعطى، هيديني، فهسعى، فهاخد الكورس الفلاني، فهسمع الفيديو الفلاني، فهسمع النصيحه الفلانيه، فهقرا الكتاب الفلاني، فالدنيا هتظبط. كل السعي اللي انا اسعاه من عنده، من طريقه هو. قلنا اهبطوا منها فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا. الكلمتين منسوبين لله، مني هدى فمن تبع هدايا، هو جاي لك منه، الهدى جاي منه، هتروح له هتسأله هيديك، فتاخد الخطوات وتتحرك، فلا يضل ولا يشقى. وفي الآية اللي بتاعت سورة البقرة فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، عمري ما هتضر بعد كده ولا هخاف ولا هزعل، الدنيا هتتصلح. أي موضوع خد الموضوع واحدة واحدة وروح لربنا. كل شيء يضايقك، كل شيء مزعلك، كل شيء مش عاجبك، خده وروح لربنا.
والدنيا هتظبط معاك. معاكم كوتش سعدية، استشاري صحة نفسية، كوتش علاقات، مدرب أنوثة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.